السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مكوى بخار اهي، تمام، زي ما مليان مية اهو، تمام زي الفل. سمارت. دي الوقت الخزان اهو مليان املاح بسبب المية اللي بتتركن فيها. المفروض ان بعد كل كوية او ملو مية المفروض المية دي تترمي. ليه؟ لانها مسببة املاح وبتعمل تآكل في الالومنيوم، لان الخزان بتاعها ده الومنيوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مكوى سمارت بخار. المكوى دي كانت جاية فاصلة باور، كانت فيها تسريب مياه ما شاء الله، المية جواها اهي، ودي كده احنا فاضيين، مفيش اي تسريب مياه اهو بفضل الله. وكده بقى بإذن الله هنقفل وهنشغل، مفيش اي تسريب مياه خالص اهو، الحمد لله بفضل الله. كده احنا الحمد لله هنبدأ نشغل، خلصناها. دي المية اهي ما بتسقطش ما بتسربش من تحت اهي، خلاص تمام زي الفل. يلا كده الحمد لله هنبدأ بقى ان احنا نشغل. فصل تشغيل تشغيل اهو. كده الحمد لله بدأت تشتغل اهي بفضل الله. تبدأ تجيب اهي. المفروض الخرطوم ده يبقى مرفوع اهو، اهو بادئ يجيب بخار اهو بفضل الله. هتفصل وهتشتغل اهي. لازم الخرطوم ده يبقى مرفوع عشان ما يجيبش ميه، يجيب بخار. كده هتفصل اول ما اللمبه الزرقاء دي تطفي، كده بتفصل وتشتغل وتسحب لوحدها ميه اهي، تمام. كده تمام اهو بفضل الله. نستنى لغايه ما تفصل اهي. كده زادت، البخار بتاعها زاد كده ما شاء الله اهو. لو قدامنا عشان نشوفها، بتسحب ميه اهي، تشتغل لوحدها. كل ما تطلع بخار تسحب ميه. كده البخار بتاعها ما شاء الله حامص. ليها درجة حرارة معينة بتفصل عندها. حاجة اسمها فيها يعني كذا مكوى، بيبقى كل مكوى بيبقى لها تصميم. في حاجة اسمها سيرمو ديسك، في سيرموستات بيفصلها. في مكاوي برضو فيها اوتوماتيك. تمام اهي بتفوق ما شاء الله. الخرطوم بدأ يسخن. لازم ان هي بتبقى في مكان واطي على الارض، الخرطوم في العالي.
فصلت اهي تمام زي الفل. هتشتغل برضو لوحدها تاني تمام زي الفل. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسونا